تسللت رحمة إلى ماليليا، ساعدها أحد المهربين. السجينة التي تسلمت منها الطفل كانت مذهولة، لم تكن تتصور أن رحمة القروية ستنجح في الهرب. كان وكيل الملك رجلا لم يرزق الولد، وقد دار بخلده أن يتبنى الطفل رضوان. وجد الصبي الحنان الذي افتقده يوم فرت أمه من المحكمة. لما أيقنت أن التقادم طال قضيتها، عبرت رحمة إلى قريتها بأطراف الناظور. في ليلة ماطرة آوت إلى فراشها في منزلها الريفي، وفجأة أحست بأن الأرض تهتز. وقف عند فراشها، كانت فيما يشبه الإخفاء. فجأة فتحت عينيها ونظرت إليه. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. رحمة والسيد العامل، الحلقة الثانية والأخيرة. لم تكن رحمة المهيل وهي تقفز من نافذة مرحاض محكمة الاستئناف بالناظور قد رتبت أفكارها. كانت السجينة ذات السوابق قد هولت ما ينتظرها. هي متابعة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون رخصة. قالت لها ذات السوابق إنها قد يحكم عليها بالسجن 10 سنين. فكرت فيما ينتظر ولدها رضوان. لما سلمت الصبي الذي لم يكن قد أكمل عامه الأول إلى السجينة التي اقتيدت برفقتها إلى المحكمة، ولما أوصتها بأن تودع الطفل جمعية خيرية، لم تفكر سوى في تجنيب رضوان أن يكبر وراء أسوار السجن. تسللت رحمة إلى ماليليا، ساعدها أحد المهربين. لما اختفت من المحكمة في الناظور أرجئ النظر في قضيتها. السجينة التي تسلمت منها الطفل كانت مذهولة، لم تكن تتصور أن رحمة القروية ستنجح في الهرب. قرر وكيل الملك تسليم الطفل رضوان المرابط إلى عريفة المحكمة لتتكفل به مؤقتا. وكما أن أمه باجتيازها سياج ماليلية المحتلة أبحرت في المجهول، فإن الصبي وهو لا يعلم دخل مسارا جديدا في حياته. بات رضوان ليلته الأولى في عهدة العريفة، لم يكن يكف عن البكاء، لعله افتقد حضن أمه. في الصباح جاءت به إلى وكيل الملك، قالت إن الصبي قضى ليلته باكيا. كانت تهم بأن تلتمس إعفاءها من مهمة التكفل ولو مؤقتا بذلك الطفل. لما دخلت مكتب وكيل الملك بادرها بأنه قد وجد حلا. طلب منها أن تنتظر قدوم امرأة ارتأى أن يوكل إليها التكفل بالصبي، وكان قد اتصل قبل دقائق بعميد الشرطة يسأله عما إذا جد جديد في قضية رحمة المرأة الهاربة. أجابه العميد بأن دوريات الشرطة لم تعثر لها على أثر. كان وكيل الملك رجلا لم يرزق الولد، وقد دار بخلده أن يتبنى الطفل رضوان، وقد عرض الأمر على زوجته ورحبت بالفكرة. ولم تكن المرأة التي حضرت إلى المحكمة لتتولى التكفل مؤقتا بالطفل سوى خادمة وكيل الملك. حملته بين ذراعيها ومضت، وكان وكيل الملك قد قرر أن يتقدم بطلب لتبني الطفل حين تنقضي المهلة القانونية التي يعتبر بعدها متخلى عنه. في المنزل حظي الطفل برعاية فائقة. وجد الصبي الحنان الذي افتقده يوم فرت أمه من المحكمة. لما انصرمت المدة القانونية تقدم وكيل الملك بطلب كفالة الطفل.
كان قد تمكن من تجميع الوثائق الخاصة به التي تم العثور عليها في منزل والدته، ومنها نسخة من رسم الولادة ونسخة من عقد زواج والديه. حرص وكيل الملك الأستاذ عمر الوردي على أن يحفظ للصبي اسمه الشخصي والعائلي. وكانت زوجته السيدة خديجة السعيدي امرأة فاضلة تنحدر من الريف، كانت تتكلم معه بالريفية، ولذلك لم يتولد لديه إحساس بالاجتثاث. وبالتدريج أخبر الطفل بحقيقته، وبأن الأستاذ الوردي والسيدة خديجة لم يلداه، وقد وفق في جعله يتقبل تلك الحقيقة. أبان رضوان عن ذكاء وقاد، تفوق في دراسته التي تابعها في عدة مدن كان والده بالتبني قد عين فيها في أسلاك وزارة العدل. ولما حصل على شهادة البكالوريا انتسب إلى كلية الحقوق بالرباط، ولما حصل على الإجازة نصحه والده بالتبني بالالتحاق بمدرسة تكوين الأطر، كان يراها الأنسب إليه. كان الشاب رضوان يتقن العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. لما تخرج كان الأول في فوجه، وكان التقليد أن يحصل الأول من بين المتخرجين على رتبة قائد ممتاز. كان تعيينه الأول في مدينة العيون رئيسا لقسم الشؤون العامة. بعد سنتين تم تعيينه كاتبا عاما لعمالة سيدي قاسم. كان مساره المهني واعدا. في تلك المرحلة توفي الأستاذ عمر الوردي والده الذي لم يلده. ظل يعتني بوالدته التي تبنته الحاجة خديجة السعيدي، يبادلها حنانا بحنان، وكان قد تزوج قبل بضع سنوات ببنت إحدى العائلات العريقة في الرباط. وبرغم أجواء السعادة التي نشأ فيها والتي لم تنقطع، فإن أمنية العثور على والدته التي ولدته ظلت تسكنه. هو يعلم منذ مدة الظروف التي فارقته فيها رضيعا. وظيفته جعلته يتنقل بين عدة أقاليم في المملكة. لما تسللت رحمة إلى مليلية في العام 73 900 وألف ذاك العاشر من غشت، لم تكن قد رتبت مقامها في المدينة المحتلة، ولم تكن قد باتت بها من قبل. لما جاء المساء تلمست المأوى عند مؤذن مسجد السوق، آواها إلى الصبح. سعى إلى أن يوفر لها مأوى قارا، ولكنها لم تكن تتوفر على وثائق الإقامة في ماليلية. لم يتخلى عنها المؤذن. سعى لدى صديق إسباني له اسمه مارسيل راميريث، وقد قبل الأخير أن يأويها على أن تساعد والدته في أعمال البيت. كانت الحالة الصحية لوالدة مارسيل في تدهور، فقد تقدم العمر بالمرأة. ولما حصلت على تقاعد طلبت من رحمة أن تعمل لديها بصفة رسمية. كانت رحمة تعلم أنها بعد فرارها من المحكمة لن تعود إلى قريتها. كانت قد علمت أن التقادم لا يطال قضيتها إلا بعد مرور 10 أعوام. كانت كلما أتيحت لها الفرصة تحاول أن تحصل على أخبار ولدها رضوان. فيما كان لديها من متاع صندوق صغير به صورة رضوان رضيعا. لم تتمكن من معرفة مآله، ولكنها كانت في قرارة نفسها تؤمن بأنها ستلتقيه ذات يوم. أيقنت أن السجينة التي سلمتها الصبي لم تودعه مؤسسة خيرية، ذلك يعني أن نطاق البحث أوسع مما قد يسعه خيالها. لما أيقنت أن التقادم طال قضيتها عبرت إلى قريتها بأطراف الناظور. ذهبت إلى بيتها وكان أحد أقاربها قد شغله، ولكنه احتفظ بما كان به من أثاث ووثائق. لم تطلب منه أن يفرغ المنزل، بل آوت إلى إحدى غرفه، كان منزلا عند سفح الجبل. تقلب رضوان المرابط في عدة مناصب، وتم تعيينه عاملا على الناظور. كان إتقانه الريفية مما يسر له سبل الاطلاع على تفاصيل الحياة في الإقليم. في ليلة ماطرة آوت رحمة إلى فراشها في منزلها الريفي. كان خيالها يسافر بها بعيدا بحثا عن ولدها رضوان، وفجأة أحست بأن الأرض تهتز من تحت فراشها. ستعلم لاحقا أنها لم تكن هزة أرضية، ولكنه انجراف للتربة تهاوت له عدة منازل في القرية، ولم يسلم منزل رحمة. على مدى 5 أيام ظلت حبيسة الركام. في اليوم الخامس
اكتشفت الكلاب المدربة على الإنقاذ وجودها. نبشت فرق الإنقاذ الركام وأخرجتها حية. وفر لها دولاب متنفسا. نقلت إلى المستشفى وعرفت بالمرأة التي نجت بمعجزة. تفقد العامل رضوان البرابط المصابين في المستشفى، وكان قد سمع عن المرأة التي نجت بمعجزة. وقف عند فراشها، كانت فيما يشبه الإغفاء. فجأة فتحت عينيها ونظرت إليه. قالت: رضوان، رضوان. فاجأت الحضور بندائها العامل دون عبارات احترام. بهدوء دنا منها وقال لها: هل تعرفينني يا سيدتي؟ قالت إنها كانت تحلم. كان الخال الذي بحجم حبة العدس تحت الحاجب الأيسر للسيد العامل قد لفت انتباهها، فرضوان ولدها كان له خال كحبة العدس تحت حاجبه الأيسر. غادر العامل المستشفى، وظلت تلازمه صورة تلك المرأة. في ساحة المستشفى سأل عن هويتها، وفي الحال رد أحد مرافقيه أنها تدعى رحمة المهيل. كان الرد صادما. هو يعلم أن والدته تدعى رحمة المهيل، ولكنه حرص على ألا يبدي ردة فعله الحقيقية. في المنزل أبلغ والدته التي تبنته وزوجته بالذي علمه ورآه في المستشفى. استخرج الصورة الوحيدة لأمه التي كانت لديه، وبالرغم من أن سنوات طويلة مرت، إلا أن الشبه بين الصورة والمرأة الراقدة في المستشفى كان واضحا. كان عليه أن يتوصل إلى ما يثبت أنها أمه التي ينشدها منذ زمن طويل. لما علم أنه لم يعد لها منزل تأوي إليه، قرر أن يستضيفها في إقامته. إن كانت هي فقد حقق ما يسعى إليه، وإن لم تكن هي فسيعلم الناس حنو السيد العامل على منكوبة من منكوب انزلاق التربة. لما حلت بمنزله أخذت حماما، ومن الحمام أخذت الحاجة خديجة شعرة من شعراتها. في سرية بعث بها العامل إلى المختبر لتحليل جيني. بعد شهر كان الجواب مدويا: إنها والدته. كان يتعين إعدادها لهذا اللقاء. علمت الحاجة خديجة التي تبنت رضوان من المرأة أن من العلامات المميزة لدى ولدها المفقود أثر ورم في الظهر وحبة العدس تحت الحاجب الأيسر. كما حرصت على أن تطلعها على ألبوم صور السيد العامل. بدأت بالصور الحديثة وتدرجت نحو سنوات الطفولة. انتهت إلى صورته يوم تركته في حضن تلك السجينة. صاحت: إنه ولدي رضوان. في تلك اللحظة دخل السيد العامل وعانقها بحرارة. كانت عيناه تدمعان كما دمعتا يوم فارقته. ملفات بوليسية.